في الفيديو ده هشارك معاك افضل تجربة تعليمية مريت بيها عن طريق الجايدد بروجكتس، واللي تعتبر ثورة ونقلة كبيرة جدا في عالم الكورسات الاونلاين والتعليم عن طريق الانترنت. فشوف الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل عن الموضوع ده. اهلا بيك في فيديو جديد على قناه نادي القراءه العمليه، اللي من خلالها بتعرف ازاي تتعلم وتشتغل اونلاين في اي مجال نفسك فيه. ولو دي اول مره ليك على القناه ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس، وكالعاده عايز منكم دعم بسيط جدا، تنزل تعمل لايك للفيديو وتكتب في الكومنتات كلمه كورسيرا. طيب يلا بينا نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد من موقع كورسيرا وايه هي الجايدد بروجكتس اللي انا اتكلمت عنها في اول الفيديو؟ الحقيقه التجربه اللي انا مريت بيها على موقع كورسيرا من خلال الجايدد بروجكتس كانت من افضل التجارب التعليميه اللي انا مريت بيها في رحلتي كلها في الكورسات الاونلاين والتعلم الذاتي من خلال الانترنت. ويمكن ناس كتيره جدا كانت بتقول ان الكورسات الاونلاين ما فيهاش تفاعل وما فيهاش تطبيق بشكل عملي، ولكن بعد اللي هتشوفوه في فيديو النهارده ده هتنسى تماما الفكره دي وهتغير رايك خالص في الكورسات الاونلاين، لانك اخيرا هتبدا تطبق بشكل عملي وتتعلم بايدك، ومش هيكون في كلام نظري خالص. كل ده عن طريق الجايدد بروجكتس اللي بيقدمها الموقع العظيم جدا موقع كورسيرا. ويلا بينا نعرف كل التفاصيل دلوقتي حالا. زي ما اتكلمنا قبل كده ان الفيصل دلوقتي في التوظيف اصبح اتقانك للمهارة او المجال اللي انت هتشتغل فيه، مش الشهادة خالص. يعني على سبيل المثال لو انت حابب تشتغل في مجال البرمجة، الشركة اللي انت هتقدم فيها مش هتهتم خالص بالشهادات اللي معاك في مجال البرمجة حتى لو معاك مليون شهادة، ولكن هتهتم فقط انها تشوف شغلك السابق او انها تتأكد ان انت فعلا بتعرف تكتب كود وتطلع شغل بشكل عملي. وهنا بيجي دور الجايدد بروجكتس اللي بتقدمه كورسيرا. الجايدد بروجكتس باختصار عبارة عن كورسات مدتها لا تتجاوز الساعتين، ولكن بتشتغل فيهم بشكل عملي خطوة بخطوة ورا المدرب اللي بيعلمك الكورس او المهارة دي. وخليني اشارك معاك التجربة كاملة واوريك الموضوع من جوه عامل ازاي في الكورس اللي انا جربته في الجايدد بروجكتس، وبعد كده هقول لك ايه الكورسات المتاحة وازاي تسجل فيها وتستفيد منها وكل التفاصيل دي. الكورس اللي انا جربته في الجايدد بروجكتس كان عن ازاي تعمل مدونة من خلال الورد بريس. ففي بداية الكورس بيقول لك ايه الحاجات اللي انت المفروض هتتعلمها بعد ما بتخلص الكورس ده، وبعد كده بتخش على طول عشان تتعلم بشكل عملي. بتعلم على المربع ده وبعد كده بتدوس اوبن تول. وهنا بقى الثوره اللي بقول لك عليها والنقله الكبيره جدا في الكورسات الاونلاين، بينقلك على طول بشكل مباشر للورك سبيس بتاعتك اللي انت هتطبق فيها خطوه بخطوه ورا المدرب اللي بيشرح الكورس. وكده يعتبر بتبدا الشغل العملي في الكورس مباشره. بيبقى قدامك حاجتين، اللي على اليمين ده هنا الشرح بتاع المدرب نفسه، واللي على الشمال هنا ده الورك سبيس بتاعتك اللي انت بتطبق فيها خطوة بخطوة كل حاجة بتتعلمها في الكورس. ممكن تكبر الورك سبيس بتاعتك عشان تشتغل على رواقه، وممكن برضو تكبر الشرح من هنا لو انت لسه بتشوف الشرح والمعلومه اللي المدرب بيشرحها. بعد كده بتطبق عادي في الورك سبيس بتاعتك. فالمفترض ان في الكورس ده انا هعمل مدونه على وورد بريس بعد ما اخلص الكورس مباشره. الجميل بقى ان انا اقدر اعيد المعلومه مليون مره واوقف الفيديو براحتي لحد ما افهم كل حاجه بتتشرح قدامي واطبقها بشكل عملي على طول في الورك سبيس بتاعتي. ودي ميزه ممكن ما تلاقيهاش في الكورسات الاوفلاين اصلا. يعني في الكورسات الاوفلاين ممكن المدرب يزهق منك لو انت عمال تقول له عيد لي الحته دي ومش فاهمها، وهيبقى ليه طاقه. انما في الكورسات الاونلاين انت معاك الفيديو تقدر تعيد المعلومه مليون مره حرفيا لحد ما تفهم كل حاجه بتتشرح لك. كمان اقدر اتحكم في سرعه الفيديو او سرعه المدرب وهو بيتكلم. ممكن اقدر اخليه يتكلم بسرعه، اخليه يتكلم بالراحه براحتي. ومن هنا اقدر اشغل الكابشنز الموجوده مع الكورس، يعني الكلام اللي بيقوله المدرب يبقى ظاهر قدامي على الشاشه. وزي ما قلت لك المفترض ان بعد ما اخلص الكورس ده اكون قدرت اعمل مدونه على وورد بريس. تعالوا بقى نشوف في الورك سبيس بتاعتي انا قدرت اعمل كده ولا لا. هنا الداشبورد بتاعت وورد بريس. طبعا اتعلمت كل حاجه هنا زي ما المدرب كان بيشرح وقدرت اعدل حاجات كتيره جدا. وهنا المدونة اللي انا عملتها بالفعل بعد التطبيق ورا المدرب. زي ما انت شايف ده شكل المدونة بعد ما خلصتها. قدرت اعمل كل حاجة الحمد لله اتعلمتها في الكورس. قدرت اضيف الصور، قدرت اخليها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وكمان قدرت اعمل المدونة على الموقع زي ما انت شايف، وكمان ضفت ليها اول مقال. كل ده من خلال التطبيق فقط ورا المدرب نفسه.
طبعا هم كانوا مدينا المقال ده عشان نطبق عليه، يعني انا ما كتبتش حاجه من عندي، كل ده بيكون متاح خلال الكورس نفسه من خلال الفايلز اللي بتبقى موجوده هنا كده، تقدر تحملها طبعا، بتكون موجوده في الجنب ده. والحقيقه ده شيء مبهر، وزي ما قلت لك دي افضل تجربه تعليميه مريت بيها في خلال الاونلاين ليرنينج من ساعه ما بداته حتى الان. اتمنى كل واحد فيكم يعيش التجربه اللي انا عشتها، وحقيقه هتتعلم بشكل عملي. وتعالوا نشوف مع بعض الكورسات المتاحه في الجايدد بروجكتس على كورسيرا وازاي نسجل فيها دلوقتي حالا. قبل ما اوريك الكورسات المتاحه في الجايدد بروجكت، هنا الشهاده اللي انت بتاخدها بعد ما بتخلص الكورس نفسه، تقدر طبعا تضيفها طبعا تقدر تضيف الشهاده للسي في او للبروفايل بتاعك على لينكد ان. ولكن الاهم من الشهاده في الجايدد بروجكتس هو البروجكت اللي انت عملته نفسه. يعني لو حد قال لي انت بتعرف تعمل مدونه على وورد بريس ولا لا، مش هوري له الشهاده، ولكن هوري له البروجكت اللي انا عملته في الكورس ده. ساعتها هيشوف بعينه ان انا فعلا اقدر اعمل الحاجه دي بشكل عملي، مش مجرد شهاده او كورس انا شفته وخلاص من غير ما اطبقه. ودي قوه الجايدد بروجكتس بجد زي ما قلت لك في اول الفيديو. طيب ايه هي الكورسات المتاحه في الجايدد بروجكتس؟ حتى الان تقريبا 150 كورس في مختلف المجالات، سواء في البيزنس او الاعلانات او التسويق او البرمجه او التصميم وغيرها كتير جدا جدا زي ما انت شايف. انا هسيب لك لينك الكورسات دي كلها في وصف الفيديو باذن الله. ودلوقتي هقول لك طريقه التسجيل في الكورسات دي. بتختار الاول الكورس اللي انت حابب تسجل فيه، وليكن الكورس ده. بيفتح لك صفحه جديده فيها كل المعلومات عن الكورس ده قبل ما تبداه. طبعا زي ما قلت لك ان الكورسات كلها هتلاقيها ساعتين او اقل، وطبعا الكورسات دي متاحه فقط على الديسكتوب مش على الموبايل. وعشان تبدا في الكورس بتدوس على ستارت جايدد بروجكت. بعد كده بيجي لك المعلومات. سعر الكورس زي ما مكتوب كده حوالي $10، يعني مبلغ قليل جدا ويستحق الاستثمار. وللاسف حتى الان لسه مش متاح ليها دعم مالي، ولكن زي ما قلت لك ده مبلغ بسيط مقابل اللي انت هتتعلمه وبشكل عملي كمان. بعد كده بتدوس كونتينيو، فبيوديك على الصفحه الاخيره بتدخل فيها بيانات الكريدت كارد بتاعتك وبتشتري الكورس على طول، وبيفضل في حسابك مدى الحياه. زي ما قلت لك تقدر ترجع له في اي وقت مع الشهاده مع التطبيق العملي كله. في نفس الوقت هيكون معاك البروجكت اللي انت طبقت عليه، تقدر تقدمه في الشغل اللي انت بتقدم عليه عشان تثبت لهم ان انت بالفعل فاهم في المجال او متعلم المهارة اللي انت هتشتغل فيها. طيب لو انت بتسأل ايه هي الكورسات اللي انت تاخدها من خلال الجايدد بروجكتس، اول حاجة انصحك بيها انك تشوف كورسات متعلقة بمجالك او الحاجة اللي انت بتتعلمها، او انك تشوف كورسات هتزود مهاراتك في البوزيشن اللي انت فيه او في شغلك، او هتعلي سعرك لو انت بتشتغل فريلانسر. يعني مثلا لو انت محتاج تتعلم ازاي تتعامل مع جوجل شيتس، ده الكورس هيكون مفيد ليك جدا. ولو انت لسه برضو مش محدد ايه هي الكورسات اللي انت تاخدها من الجايدد بروجكتس، تنزل تحت خالص كده في الصفحة دي هتلاقي كورسيرا بترشح لك اكتر 10 كورسات في الجايدد بروجكتس الموجودين على موقع كورسيرا، واللي اخدها طلبة كتيرة جدا بتقييم عالي جدا. ال10 كورسات اهم قدامك زي ما انت شايف، اختار منهم الحاجة المناسبة ليك. لو مفهومش حاجة مناسبة تقدر طبعا تدور في كل الكورسات المتاحة معاك. 42 صفحة فيها اكتر من 150 كورس بطريقة الجايدد بروجكتس زي ما اتكلمنا، فاختار منهم الحاجة اللي تناسبك. طبعا خليك حريص جدا وانت بتختار الكورس لانك هتدفع فيه فلوس، فبالتالي لازم تكون حاجة انت محتاجها بجد، او هتضيف ليك حاجة او هتفيدك في شغلك وهتعلي سعرك. يعني من الاخر هيبقى استثمار مضمون جدا باذن الله. ده كده كان كل شيء عن الجايدد بروجكت انت محتاج تعرفه. يا ريت تعرفني في الكومنتات هتجرب الجايدد بروجكت ولا لا، وكمان ايه الكورس اللي انت هتتعلمه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير وتشاركه مع اكبر عدد ممكن من اصدقائك، وتعمل لايك للفيديو، وتشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشة عن موقع كورسيرا او غيره من مواقع الكورسات الاونلاين القوية جدا في سلسلة الكورسات الاونلاين اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.